السلام عليكم ورحمة الله. قصة اليوم من اليمن السعيد، قصة عجيبة غريبة كما العادة، يرويها عبد الرحيم. يقول: سأحكي لكم قصة لابن عمي قصي. كان قصي يكبرني بسنوات، وكان أبي يملك أرضا زراعية كنت أساعده فيها رغم صغر سني، وأحيانا كان قصي يأتي ليساعدنا فيعطيه أبي بعض المال، وقد يمضي معنا أياما قبل أن يغادر، حيث كان يسكن في قرية بعيدة عنا. وفي أحد أيام الصيف، بعد أن قضى قصي معنا أسبوعا كاملا، قرر العودة إلى بلدته التي كانت تبعد حوالي ساعتين بالسيارة. كان الوقت عصرا، فطلب منه أبي أن يؤجل السفر إلى الغد، لكن قصي أصر على المغادرة. وقف جانب الطريق ولم يأتي من يقله حتى شارفت الشمس على الغروب. انطلقت السيارة بين الطرق الجبلية الوعرة. بعد حوالي ساعة ونصف من المسير تعطلت السيارة. كان الظلام قد عم المكان، وسكون الليل مطبق على تلك الجبال. قرر ابن عمي قصي أن يمشي المسافة المتبقية على قدميه. مر بإحدى القرى ومشى وسط الحقول والمزارع. لم يكن يسمع سوى صوت خطواته المتسارعة وسط الظلام الدامس. وما زاد وحشة المكان أنه لم تكن به بيوت، حيث كان معظم البيوت على الجبال، ونزلهم للزراعة إنما يكون نهارا، ويغادرون إلى منازلهم قبل غروب الشمس. أما في الليل فلا أحد يقرب تلك المزارع. لكن ما استغرب له قصي ما رآه في أحد المروج في طريقه. كان هناك فتاة ترعى غنما، والأغنام تهرب منها في نفور عجيب. استغرب أكثر لما رآها كاشفة وجهها، والعادة أن نساء المنطقة يغطين وجوههن. لما اقترب منها لاحظ جمالها الذي كان يفوق الوصف. قال لها: سأحاول مساعدتك في جمع هذه الأغنام وسوقها. ابتسمت في وجهه وقالت: افعل إن استطعت. حاول قصي تجميع الأغنام دون جدوى، وصار يجري وراءها في كل مكان، ما جعل الفتاة تضحك بصوت عال. فقال لها: لقد هربت، كيف سترجعين إلى أهلك من دونها؟ قالت له: ستعود وحدها إلى البيت، فهي تعرف الطريق، نحن معتادون على ذلك. لكن إلى أين أنت ذاهب في هذا الليل؟ قال لها قصي: أنا أسكن في القرية المجاورة والتي وراء ذلك الجبل. ردت عليه: حسنا، أنا أيضا طريقي من هناك، فلنمشي معا إذن. كان قصي مندهشا ويتساءل كيف لشابة في هذا العمر وهذا الجمال أن تكون بمفردها في هذا الخلاء وفي هذا الوقت من الليل. سألها عن سبب تواجدها في هذا المكان ليلا، فأجابته أن أباها ليس له غيرها، أي ليس عندها إخوة ذكور يقومون بدلها بما تقوم به. فقال لها قصي: لكن هذا يخالف عاداتنا وتقاليدنا. قالت له: تلك عاداتكم، أما في قبيلتنا فالأمر مختلف. سألها: وما اسم قبيلتكم؟ فلم تجبه. استمر في المشي، وأسئلة محيرة تدور في رأس قصي، لكنه أعجب بالفتاة، فقد كان جمالها مذهلا. ثم سألته: هل أنت متزوج؟ أجابها: لا، ليس بعد. ردت وهي تخفي ابتسامتها: لما لم تتزوج بعد وأنت شاب وسيم مكتمل الرجولة والفتوة؟ أجابها قصي والخجل ظاهر عليه: ربما لأني لم أجد بعد نصف الآخر. هنا توقفت الفتاة عن المشي، وقالت وهي تنظر إلى قصي: ما رأيك أن تتزوجني؟ لم يصدق قصي ما سمعه بأذنه، وفرح بهذا العرض الذي لا يرفض. كان طلبا غريبا ومفاجئا، فأجاب قصي: يجب أولا أن أسأل عنك وعن أهلك، فأنا لا أعرف عنك شيئا حتى الآن، وحتى اسمك أجهله. قالت: اسمي جوهرة، وإذا أردت يمكنك أن ترى أهلي الآن، سآخذك إليهم. أجابها قصي: لكن هذا غير مقبول عندنا، كيف لفتاة أن تأخذ شخصا غريبا إلى أهلها؟ فقاطعته قائلة: هذا عندكم، أما عندنا فالأمر مختلف. يقول قصي: فدخلت معها قريتها، ورأيت فيها من الأمور العجيبة ما لم أره من قبل. كانت ينابيع الماء كثيرة ومتراصة، وشلالات صغيرة
في جنبات الطريق، وأشجار مثمرة كثيرة جدا، وخضار في كل مكان. يقول قصي: قلت لها: ما كل هذه الثمار؟ لم أرى مثلها قط. قالت: هذا نزرعه لنأكله فقط، ولا نبيع منه شيئا، فهو لا يخرج من قريتنا وقبيلتنا. يقول ابن عمي قصي: استغربت جدا من كلامها، فقلت لها: أخاف أن أسبب لك مشكلة مع أهلك، وأفكر أن أعود من حيث أتيت. قالت له: لا يمكنك الرجوع أو التراجع الآن، انظر خلفك لترى. يقول: فلما نظرت خلفي لم أجد شيئا مما مررت عليه، كأن كل شيء انمحى بعدما تجاوزته. أحسست بخوف شديد يتملكني، وأدركت أني أكلم شابة من الجن. وصلنا بيتا جميلا جدا به أضواء عجيبة، ودخلنا من بابه الكبير. كان منزلا واسعا للغاية، تنبعث منه رائحة كأفخم العطور. وصلنا مكانا واسعا به أرائك كثيرة. قالت لي: انتظر هنا حتى أحضر والدي للقياك. ثم ذهبت. مرت تقريبا ربع ساعة لكنها لم ترجع. سمعت بابا يفتح من خلفي، خرج منه شخص عملاق، كتفاه عريضة، أسمر البشرة. لكن ما أفزعني منه حقا ليس ضخامته الغير معهودة، بل عيونه كانت صفراء فاقعة لا بؤبؤ فيها. قال لي بغضب: من أنت؟ وما الذي جاء بك إلى هنا؟ ثم صرخ بي صرخات هزت المكان، كاد قلبي أن يتوقف على إثرها. في هذه اللحظة جاء رجل آخر يبدو أنه والده، وقال له: لا ترفع صوتك، إنه ضيف عندنا. ثم قال الشخص الضخم صاحب العيون الصفراء: من الذي أحضره؟ هنا تكلمت جوهرة وقالت: أنا أحضرته ليراه أبي، إنه خطيبي. رد عليها بغضب: كيف تختارين إنسيا وتدخلينه عالمنا وتجعلينه يعرف أسرارنا؟ أتظنين أننا سنوافق على هذا؟ يقول قصي: لما سمعت هذا الكلام أيقنت بما لا يدع مجالا للشك، أنني في قبيلة الجن، وهؤلاء من الجن. سلم يا رب سلم. وقعت على الأرض من الصدمة، وصرت أقول لهم: أنا لا أريد شيئا، هي من أدخلتني إلى هنا، أريد أن أذهب إلى حال سبيلي. هنا صاح ذلك الشخص الضخم، ربما يكون أخوها، بصوت كالرعد، وقال: هذا لن يخرج من هنا أبدا، إما أن يبقى هنا معنا في عالمنا، وإما أن يموت. في تلك اللحظة طرده والده من المنزل، وقال له: أخرج الآن، لا أريد أن أراك هنا. بعدها أخذ الأب وابنته يقتربان مني. أحسست بخوف شديد، وبدأت أقرأ آية الكرسي، فنظرت إلى أبي جوهرة، فإذا هو يضحك ويقول: لن تؤثر في قراءتك، لأني مسلم مثلك. لا تخف، أنت هنا في قصري، ولا أحد يستطيع أن يؤذيك. ثم غادرا وتركاني وحيدا، وجسمي ما زال يرتعد من الخوف. ما هذه الورطة التي وقعت فيها؟ مرت لحظات قبل أن ترجع إلي جوهرة. لم أكن أخاف منها، لأن ملامحها كانت في غاية البراءة والجمال. كانت كطفلة وديعة. ثم قالت لي: سيأتي والدي إليك بعد قليل، ويسألك إن كنت ترغب في الزواج مني، فإن وافقت فستعود إلى عالمك، وأنا سآتيك وأزورك كل يوم، وإن لم توافق فستعود أنت إلى عالمك، أما أنا فسأقتل بسببك. لم أكن لأتحمل أن تقتل هذه البريئة الحسناء بسببي، فوافقت على الزواج منها. بعدها أحسست بدوار، ولا أدري أنمت أم أغمي علي. وبعدما استيقظت وجدت نفسي قرب البيت. كيف وصلت إلى هنا؟ لقد كنت في قرية أخرى بعيدة. أصبحت تلك الجنية جوهرة تأتي بيتي كل يوم وتكلمني وأكلمها، ولا أحد يراها غيري. وقد شك والدي أن مسا أصابني بسبب تصرفاتي الغريبة. كنت أربي حماما، وكانت أحيانا تأتيني على شكل حمامة بيضاء، فتدخل البيت ثم تدخل غرفتي. لكن أمي كانت تكره الحمام، وأصرت على أن أتخلص من الحمام كله. كذلك فعلت، بعت كل الحمام والأقفاص. لكن الحمامة البيضاء كانت لا تزال تزورني يوميا، وتدخل البيت والغرفة، وهو ما يزعج أمي كثيرا. وفي يوم من الأيام كنت خارج البيت، ولما رجعت دخلت غرفتي،
وجدت الحمامة البيضاء مذبوحة غارقة في دمها. بدأت في الصراخ حتى اجتمع علي كل من في البيت، وأنا أنهار من البكاء وأقول: لقد قتلتم زوجتي، لقد قتلتم زوجتي. نهاية القصة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالقصة ومشاركتها مع الأصدقاء. دمتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.